له يا بيليه، أكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله يا ميسي، هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة، التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويخجل من أشقائه الكبار، ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وإكبارا، ونحن نحترمك لهذا ونكبر فيك هذه الموهبة ونؤكد لك هذه الهبة. الله على الظروف يا ميسي، نشكرها جميعنا لأننا أنجبت ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم. واحد، اثنين، الثالث، الرابع، رابع كل شعب الباسك وحتى الرابع. مش ممكن يا ليو، مش ممكن يا ميسي. شوف شوف شوف، اتكلم، شوف. عصر الفلاسفة والمبدعين، عصر الماريين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ اخفض الصوت، لا تحتاج إلى تعليق، لا تكلم العرب أكثر مما يتحملون. دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام. لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع. أرجوكم لا نكن متعصبين، مدريديين، بلباويين، فالنسيين، أتلتيكيين، أرسناليين، مانشسترويين، بافاريين، ميلانيين، انتريين، يوفنتيين. طبعا لم تأتي الكلمات، ليست صحيحة، ليست لغة الضاد. خبلتني والله يا ميسي، جننتني والله يا ليو، هبلتني يا ابن الأرجنتين.